جالس فوق الطبلة د الكوزينة مع ال11 د الليل، نهار الأربعاء، الدار ساكتة، غير صوت الفريغو، شي كلب بعيد كينبح، وصوت طونوبيل كدوز من الزنقة، اللابتوب محلول قدامك والضو ديالو طايح على وجهك بحال داك الضو ديال التحقيق، وكدير واحد الحاجة كنتي كتهرب منها هادي شهور، ماشي كتقلب شحال بقالك في الحساب، كتقلب شحال انت باقي واقف بصح، كتحسب صافي الثروة ديالك، الأصول ناقص الديون، يعني شحال تملك إلا حبسات الدنيا دابا ناقص شحال راه الدنيا شاداك من عنقد، كتجمع اللي في الحساب، اللي في التوفير، شي حاجة في CMR ولا تقاعد، قيمة الطوموبيل إلا بعتها اليوم، وشي حاجة سميتها ملك ديالك بالصح، ماشي غير في الهضرة. ومن الجهة الأخرى كتنقص كريدي الدار، كريدي الطوموبيل، الكارطة اللي كل مرة كتقول هاد الشهر الأخر، السلوفات اللي من العائلة وما مكتوبينش في حتى أبليكاسيون، وحتى داك الدين اللي ما كيبانش في البنكة ولكن كيبان في الصدر ملي كدوز ليلة صعيبة. ومن بعد كيخرج رقم، وسير قول لي الحقيقة، إلا خرج حسن من ما كنتي متوقع كتحس براسك خفيف شوية، بحال إلا شي حجرة تحيدات من صدرك. وإلا خرج خايب كتسد اللابتوب، كتوقف، كتحل الثلاجة، ما كتلقى حتى حاجة مهمة، ولكن كتبغي تاكل أي حاجة غير باش ما تبقاش سامع داك الصوت اللي بدا كيهضر في مخك، حيت هذا الرقم ماشي غير رقم، هذا الرقم هو النسخة الحقيقية ديال حياتك، ماشي النسخة اللي كيبانوا في ستوريات، ماشي النسخة اللي كتعطيها للناس باش يرتاحوا عليك، النسخة اللي كيبان فيها واش إلا تعطلت الخدمة غتشد، واش إلا مرض شي حد في الدار غتبقى واقف، واش إلا جاتك فرصة في مدينة أخرى تقدر تقول ولا حياتك كاملة مربوطة بسلسلة ما بيناش. انا حمادي، وكنبقى نفكر في واحد الحاجه كتحرق الدم، كيفاش جوج ناس كيشدوا تقريبا نفس الدخل وكيعيشوا تقريبا نفس الظروف، ومن بعد 10 سنين واحد فيهم عنده راحه والاخر باقي كيجري غير باش ما يطيحش. الا عمرك شفتي الكونت ديالك وقلتي انا كنخدم كنشقى علاش ما كنحسش بالامان، بقى معايا، حيت المشكل غالبا ماشي غير في الصالير، المشكل في اللعبه اللي انت داخل ليها وما فاهمش القوانين ديالها. وقبل ما نبداو، انا ماشي جاي نجلدك وماشي جاي نقول لك راك ما كتعرفش تدبر، كل ليفل عنده الفخ ديالو، والمشكل هو ان الفخ عمره ما كيبان في الاول، كيبان بحال راحه، كيبان بحال جائزه، كيبان بحال انا نستاهل، ومن بعد كتفيق وكتلقى راسك داير دوره في دواير الزمان. عندك 26 عام، في الوقت اللي خاصك تكون كتبني فيه احلامك، انت واقف في الصف كتسنى الشباك البنكي يعطيك الموافقة باش تعيش نهار آخر. الخلصة بانت لك في الأول بحال النجاة، ولكن شوف الواقع اش كيدير ليها. بيت مع العشران 1800 درهم، باش تسكن في حي نقي شوية خاصك تتنازل على الخصوصية ديالك، العذاب اليومي، المازوت والكار 700 درهم، انت كتخلص الفلوس غير باش تمشي تجيب الفلوس، الضريبه ديال المرضي 1200 درهم للدار كتحيدها من جيبك حيت عارف الوالدين محتاجينها، التقضيه والماء والضوء 1500 درهم، طاجين اللي فيه اللحم ولا كيتحط غير في المناسبات. النتيجه الحساب كيسالي في نهار 12 في الشهر، 18 يوم اللي بقات هي ليفل البقاء بالصح. الحبل اللي كيتزير هما لي زاجيوس والكريديات الصغيرة ديال 500 درهم من عند الحانوت أو العشير، هما الحنش اللي كيتلوى على عنقك. انت ماشي خدام عند الشركة، انت خدام غير باش ترجع الغلط ديال الشهر اللي فات. فين ما كتسمع الفيبرور ديال التليفون قلبك كيسكت، كتخاف يكون البنك كيقول لك السولد غير كافي. هذا التوتر ماشي عادي، هذا تعذيب نفسي منظم. هاد المرحلة ماشي فقر، هذه مقبرة للأحلام. انت دابا لابس كوستيوم نقي، ولكن في الليل مخك كيغوت واش هاد الجري كله غير باش نبقى على قيد الحياة. من بعد شهور، يمكن عام، يمكن كتر، كتطلع من السالب، أخيرا ما بقيتيش تحت الصفر، عندك 4000 8000 يمكن 15000 درهم مجموعين، وكتحس بشي حاجة ما حسيتيهاش من زمان. ولكن هنا كاين فخ خطير بزاف، فخ أنا نستاهل، حيت من بعد جهد طويل النفس كيبغي يعوض. تليفون جديد، خرجة كبيرة، ويكاند غير باش نبدل الجو، لبسة ديال مناسبة، عرس، عيد، هدية، ولا طونوبيل بشهرية مقدور عليها. وديك 12000 ولا 15000 درهم اللي جمعتيها بدمك كتقدر تدوب في شهرين بلا ما تحس. المشكل هو ان هذا المستوى كيضحك عليك، كيخليك تحس باللي راك آمن، وفي الحقيقة راك غير ماشي غارق بزاف بحال قبل. إلا كنتي هنا خاصك تفهم، الراحة ماشي هي الحرية، ووجود 10 ولا 15000 درهم ماشي معناه راك بخير، معناه غير إلا تشقلب عليك نهار واحد ما غاديش تطيح من أول ضربة. دابا ولا عندك شوية ديسيبلين، ما بقيتيش كتطلب التقضية كل مرة، وليتي كتفكر قبل ما تشري، وعندك مثلا 30000 50000
يمكن 80,000 درهم مجموعين بين الحساب والتوفير. من البرا هذه باينه زوينه، ولكن الحقيقه انت مازال هو الموتور الوحيد. الا وقفتي انت كل شيء يوقف. والفخ هنا هو انك تخلي الفلوس ناعسه في كونت كيدير لك فائده ما كتسدش حتى ثمن اتاي، والتضخم كيدوز عليها بحال الماء في الرمله. وهنا بالضبط فين خاص الفلوس ما تبقاش غير جالسه. انا شخصيا باش نحمي الفلوس ديالي من التضخم ونخليها منظمه بديت كنستعمل حساب رقمي بحال رايزن. كتدخل التطبيق وكتصاوب الكونت ديالك في دقائق. دخل الجيميل ديالك غيوصلك كود كونفيرماسيون. من بعد التسجيل الكارت ديالك كتكون واجده في دقائق. كيفاش تخرج الفيزا كارت ديالك؟ غطلع لك الشاشه الرئيسيه، برك على الايقونه د الكارطه الفوق على اليمين، من بعد برك على باي ولا اد نيو كارد واختار فيرتشوال فيزا. ما تنساش دخل الكود حماد باش تاخد 90% تخفيض على اول بطاقه فيزا ديالك. واجده باش تخلص بها اونلاين الاشتراكات ديالك ولا تزيدها في ابل باي وجوجل باي. تقدر تستعمل الكارت الافتراضيه مباشره في المواقع اللي كتطلب الدفع بالدولار بلا داك المشكل ديال بيمنت فيلد. عندك حساب بالدولار داخل التطبيق، وهذا الشيء كيعاون بزاف في الخلاص اونلاين، وكاين حتى 2% كاشباك على بعض المشتريات. يعني ماشي غير كتصرف ولكن كتسترجع جزء من فلوسك. الا بغيتي تبدا الرابط ديال رايزن موجود في الديسكريبشن. اكتب كود برومو حماد واستافد من تخفيض ديال 90% على اول كارت فيزا ديالك. المهم ماشي التطبيق بحد ذاته، المهم انك ما تخليش الفلوس ديالك ناعسه. الفلوس الا بقات غير جالسه ماشي كتسنى الوقت المناسب، راه كتنقص وانت ساكت. فهنا خاص التحول العقلي يبدل، ما تبقاش غير كتجمع، خاصك تولي كتبني نظام، حساب للطوارئ، خطه ديال السداد، اقتطاع اوتوماتيكي، واستثمار مفهوم وواضح. ماشي شي هضره ديال الريزو، لا تريدينغ لا ربحت في 3 ايام. حيت من هذا المستوى كيبدا الفرق بين واحد كيجمع وواحد كيبني. دابا تقدر يكون عندك شوية قيمة في الدار، شوية ادخار وشوية استقرار. صافي الثروة ديالك يمكن وصلت 10 مليون، 15 مليون، حتى ل 30 مليون سنتيم. ومن برا الناس كيبانوا كيحترموك كتر. يمكن شريتي طوموبيل مزيانة، يمكن سكنتي في بلاصة محترمة، يمكن وليتي كتلبس مزيان وكتدخل القهاوي ماشي رخاص. ولكن سير دير الحساب الشهري الحقيقي، الكرا ولا القرض، طوموبيل، الماء والضوء، المازوت، المصاريف، العائلة، رمضان، العيد، المدارس، المناسبات اللي كيبقى لك ما يكفيش حتى باش ترتاح نفسانيا. هذا هو فخ المظاهر. من برا بان باللي وصلت، من الداخل راك غير وقعتي على بزاف ديال الالتزامات دفعه واحده. الدار ماشي مشكل، الطوموبيل ماشي مشكل، المشكل هو تشري حياة كامله فوق القدره ديالك غير باش ما تبانش متاخر على الناس. هاد المرحلة كتجي من بعد سنين ديال الكفاح، يمكن عندك 43 37 40 عام، وكتحس باللي راك خدمتي بزاف باش توصل لهاد الشيء، ولكن النمو مازال كيبان بطيء. وهنا خاصك تعرف واحد الحقيقة اللي كتوجع ولكن كترحم. أول رصيد معتبر هو الأصعب، أول كابيتال كيتبنى بعضلاتك، من بعد إلا بنيتيه مزيان كيولي هو يجر معاه اللي من بعد. ولكن الفخ هنا هو اللايف ستايل كريب. زادوك 1000 ولا 2000 درهم كتطلع القهوة، كتطلع اللبسة، كتطلع الويكاند، كتطلع الكاتيجوري ديال العيش كامل. يعني الدخل طلع ولكن نسبة التوفير هبطت، وهنا كيهرب منك العمر بلا ما تحس. كتقول غير من بعد، غير ملي نرتاح، غير ملي نتهنى من هذا المشروع، ومن بعد كتلقى 5 سنين دازو وانت باقي في بلاصتك غير بديكور احسن. الحل هنا ماشي قوة الإرادة، الحل هو الأوتوماتيك. الفلوس خاصها تمشي للاستثمار قبل ما تشوفها عينك، حيث إلا شافها النفس غادي تلقى ليها 1000 باب. هاد المستوى من برا كيبان هو الحلم، دار معقولة، دخل زوين، خرجة مرة، السفر يمكن مرة في العام، الدراري قرايتهم مزيانة، والناس كيقولوا ها هو دار راسو. ولكن من الداخل كتفيق بخوف ما كيهضرش عليه حتى واحد. واش نقدر نحبس؟ الجواب غالبا لا. علاش؟ حيت الحياة اللي بنيتيها دابا ولات محتاجة نفس الدخل العالي باش تبقى واقفة. يعني ما تقدرش تمرض براحتك، ما تقدرش تبدل الخدمة براحتك، حيت كل شي مربوط بخيط واحد، أنك تبقى خدام بنفس الريتم، بنفس الضغط، بنفس الحرارة. هادشي هو الموتور كيسخن. من برا طوموبيل غادية، من الداخل الموتور واصل للإحمرار. هادشي علاش كنسميوها الأصفاد الذهبية، حيت ماشي كتكره حياتك ولكن ماشي حر فيها حتى انت. من 1 حتى 3 مليون درهم فلوسك بدات خدامة، ولكن راك مازال رابطها. هنا كيبدا واحد الإحساس جديد، أن الفلوس ما بقاتش غير كتجي من خدمتك انت، ولا عندك رصيد كينمو، استثمار كيعطي، وانت كتحس باللي أخيرا داك المجهود القديم بدا كيرجع لك. ولكن الفخ هنا
هو أن بزاف الناس كيكونوا غنيين في الحيط، يعني الثروة ديالهم محبوسة كاملة تقريبا في دار، وفي الواقع الكاش اللي خدام قليل. الدار زوينة كتعطيك استقرار ولكن إلا كانت كل الثروة حابسة فيها راك عندك رقم كيبان زوين وحياة مرنة ناقصة. الحرية ماشي غير شحال عندك على الورق، الحرية هي شحال من فلوس تقدر تتحرك تخدم وتحميك إلى تبدلات الدنيا. من 3 حتى ل 7 مليون درهم، خيبة أمل المليونير. كتوصل نهار من النهارات لواحد الرصيد اللي زمان كان كيبان لك خيال، يمكن 3 مليون، يمكن 5، يمكن 7، ويمكن توصل ليه في نهار عادي بزاف. 3 مع 7 الصباح، نفس الكوزينة، نفس البراد، نفس التيشيرت اللي لبستيه في شي صيف قديم، وكتسنى شي إحساس كبير، شي موسيقى داخلية، شي لحظة ها أنا وصلت، وما كيوقع والو. وعلاش؟ حيث النفس البشرية ما كتعيش بالرقم، كتعيش بالتعود. والرقم اللي كان زمان كيبان لك جبل، منين كتوصل ليه كيبان لك غير هضبة أخرى. وهنا كيبدا فخ جديد، تحريك الهدف. كتقول لا خاصني كتر، لا دابا مازال ما كافياش، لا خاصني نطلع ليفل آخر. واللي كيزيد يعقدها في المغرب هو المظاهر، حيث كل ما بان عليك الخير كيكتر الضغط باش يبان عليك كتر. الأعراس، الهدايا، ستايل، الحضور، المقارنة. واش مازال كتسوق هادي؟ ولكن الثروة الحقيقية ما عمرها كانت سخابة. الثروة الحقيقية ساكتة، كتبان في الأرقام، ماشي في الضوضاء. فهنا الخدمة ولات اختيار أكثر من ضرورة، ماشي بالضرورة تحبس دابا، ولكن تقدر. وهنا الفرق كبير بزاف. إلا نضتي نهار الأربعاء وقلتي اليوم ما مشيتش، الدنيا ما كطيحش. إلا لقيتي خدمة ما بقاتش كتشبه ليك، ما كتبقاش حابس راسك فيها غير حيت خايف من الفاتورة. هذا هو أول مستوى كيبدا فيه الإنسان يحس بكرامة من نوع آخر، ماشي كرامة أنا عندي، ولكن كرامة أنا ما مضطرش نبيع أعصابي باش نعيش. الفخ هنا التعقيد. كيخرجوا لك الناس اللي كيهضروا بزاف وكيلبسوا الثقة ويبيعوا لك حلول معقدة باش يحسوك باللي البساطة ما بقاتش كافية، ولكن الحقيقة غالبا مملة. داك الانضباط البسيط اللي وصلوك لهنا هو اللي يقدر يطلع بك أكثر. المشكل أن الناس كيبغيو الإبهار، والثروة غالبا كتبنى بالصبر ماشي بالسيرك. منين كتفوت هذا المستوى القواعد كتبدل، ما بقاتش القضية غير كيفاش نربح، ولات كيفاش ما نخليش هذا الشيء يضيع من بعدي. وحقيقة مرة هنا ماشي صعيب تجمع الثروة قد ما صعيب تورف العقلية اللي بناتها، حيت بزاف ديال العائلات المشكل ما كيكونش في المحفظة، كيكون في الهضرة، في الصمت، في أنهم عطاو لولادهم الرفاهية وما عطاوهمش الفلسفة ديالها، عطاوهم النتيجة وما عطاوهمش الثمن. والولد اللي عرف غير ياخد وما عرفش علاش هاد الشيء تبنى غالبا غادي يعيش الثروة بحال موسم ماشي بحال مسؤولية. الفرق بين واحد غادي يوصل لآخر العمر ومرتاح، وواحد غادي يوصل وهو باقي مربوط في الخوف، ماشي حيت الأول أذكى بزاف وماشي حيت الثاني غبي. غالبا الفرق بدا في واحد السلسلة ديال القرارات اللي بينو صغار. كريدي طوموبيل ما كانش خاص، ترقية زادت وطلع معاها الصرف، دار خديتيها باش تبان وصلتي، مصاريف كبرات والادخار صغار، والسنين دازت. الثروة الحقيقية ماشي هي تبان غني، الثروة الحقيقية هي إلا وقعت الدنيا ما تطيحش، إلا مرض شي حد تبقى واقف، إلا بغيتي تقول لا تقدر تقولها، إلا بغيتي تبدل الطريق تكون عندك النفس ديرها. السكور الوحيد اللي كيهم ماشي شحال الناس كيشوفوك، السكور الوحيد اللي كيهم هو داك الرقم اللي ما كيعرفو حتى حد، الأصول ناقص الديون. حيت في الأخر كاين فرق كبير بين واحد لابس مزيان ومضروب من الداخل وواحد بسيط هادئ ولكن عنده راحة ما كتشراش. دابا السؤال ماشي في أي ليفل أنت، السؤال الحقيقي هو واش أتبقى كتكذب على راسك ولا اليوم أول مرة غتجلس مع الحقيقة. اشترك في حمادي كابيتال إلا كنتي باغي تسمع الحقيقة اللي كتبني.